بالعرش رئيس اتحاد رابطة الجمعيات على مستوى إقليم سيدي قاسم، ورئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الحقوق والحريات ما تقيش أرضي اللي هي جمعية وطنية. أنا من ساكنة هاد الدوار ومن أصل هاد الدوار، وأول ما يمكن لي نقول قال لك بأن السيد كان سكران واستغلت الظرفية. هي السيد ما كيسكرش، السيد حامل القران 3 المرات، من اطيب خلق الله. راه ممكن كيجي كيسلم على الانسان كيطيح له على يدو من الاحترام. لاش؟ لان حمله القران كلهم كيطبقوا ديك هذيك. كيفاش السيد انه حامل القران وعايش سكران؟ راه ما كاينش سكران. لهذا كنقول لهم يصحوا هذه الفكره هذه بحال هاد الحوايج. ود عمي ما يمكنليش نقول لك شي حاجه فيه ديال السوء، ما فيهش السوء، لان انا السكنه ديالنا راها هي هذيك، راها لا حاولتي تشوف من وراء البارابول، والسكنه ديالهم ما هي. حنا كبرنا كنا جميع، كبرنا في دائره وحده، هنا كنا نلعبوا. هذا هو القيطمه كما كنقولوا، دوار واحد. السيد ما يقولوش فيه. انا اللي كهاد الشهاده كنقول بان هذا السيد هذا مات مغدور. كاين هاد الظاهره ديال اسبانيا، عاملات في اسبانيا كيمشيو بلي كونطرا. هو طلبت منه على اساس انه يسلمها طلاق او ديك شي ورقه من يعني الموافقه كما كتقول. فوالا برافو عليك، الموافقه باش تمشي هي لاسبانيا. لاش؟ لانها عندها علاقات مع الدريات في اسبانيا، بنات دوارهم. كنعرف الدوار اللي هي منه، لا داعي لذكر اسمه. يعني كاين واحد مجموعه من العوامل اللي فرضت على المراه انها تفرض على راجلها باش يعطيها الموافقه في اسبانيا. السيد حامل القران. واش حامل القران؟ حنا دابا غا بعضياتنا. واش حامل القران غيعطي للمراه حامل القران يمكن له يعطي للمراه الموافقه باش تمشي لاسبانيا وتغادروا وكذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول، سول بنته قال لها يا بنتاه كم تصبر المراه عن زوجها؟ قالت 2 حتى 3 يا ابي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيفاش هذه المراه غتمشي 6 شهور ولا 7 شهور؟ يعني هو قراها من الجانب الديني. عاد كاين الجانب الخلقي، لانه هو نشا في واحد البيئه اللي ماشي ما تاهلوش باش يعطيها الموافقه. ديما يبقى مريض. هو سيكولوجي. ذاك المونولوج اللي كيكون عنده لداخل هذا كيقول له لا ما تعطيهاش. انا اتصل بيا، انا جا عندي وحكى لي على الظروف، قلت له ولد عمي صبر على وليداتك، عندك وليداتك وهذا انا مزوق لما صبر. وحد راسو مسكين وسمع لي قال لي غنسمع لك اولد عمي، وبالفعل يعني تلاقاو ديك المده. ولكن حتى وصلت لهذه الجريمه بهذه الطريقه هذه و3 ايام والسيد انه مدهون، يعني تعطى الريحه. هاد الحوايج هذه راه لا اخلاقيا لا، اسلاميا لا. يعني اش من جنس هاد السيده هذه؟ بغينا غنصنفوها، ما لقيتش معنا بعدا شخصيا في الضمير ديالي ما لقيتش معنا نصنفها. باش ان انسانه تقتل راجل وتسمح فيه 3 ايام ولا تخلص من الجثه ديالو بطريقه او باخرى، حنا كنحييو من هذا المنبر درك الملكي اللي قام بواحد المجهودات كبيره من اجل باش يوصل للحقيقه. وكنتمنى منهم انهم يحققوا واش كانت بوحدها او لا معاها الشريك في الجريمه. يحققوا. كنتمنى وكنطلب من السيد عقيد درك الملكي كحقوقي، كنطلب منه انه يتدخل ويعطي الاوامر ديالو من اجل الكشف على الحقيقه وملابسه الجريمه وشكون اللي شارك في الجريمه. لان من انا غندافع عليه، ما نخليش الحق ديالو يمشي هباء منثورا على اي واحد من ولاد عمي. على انا كنقولها، وعلى اي واحد من مواطن مغربي كحقوقي. كنطلق انا من الذات وكنزيد العائله وعاد كنطلق الوطن. الوالد ديالو هو اللي كيرجع له الفضل الكبير، وكيرجع الفضل الكبير للدراري ولاد الجماعه اللي بقاو سهران ديك الليله على حسب ما سمعت دابا. لان السكنه ديالي انا تحولت للخنيشات بحكم ظروف العمل والشغل. ان بواه مسكين حس، لان حنا الوالدين راه هاد القدام هادو عندهم واحد البركه عظيمه. حس بان ولده وقع شي حاجه. تم التصريحات اللي صرح يعني التمسنا شي حوايج انه هو قائد هذا البحث السري، لانه هو اللي قام بالبحث السري، هو اللي اجتهد. لان حس عنده راه فلذة الكبد. كتكون شي حاجه راه كتشوكا، كتحس بشي حاجه. راه عندنا كما كنقولوا الحاسه السادسه، هذيك هي الحاسه السادسه ديال الله. لهذا كنطلب من جميع المسؤولين في اتمام البحث. جريمه شحال نقول لك بشعه، حطاتو في الحفره تبدات الريحه. لان بوه فاش كان داخل البيت اللي هو فيه راه لقى التراب. يمكن لك تكلم السي بوسلام، التراب لقى التراب وحس ودفعات وقالت له خرج عليا من هنا، ماناش دافناه هنا، راه مشى يخدم. وهكاك هو لح. يعني الحاسه ديالو ديال الابوه ديال الكبده اللي عنده تمايا، حس وبقى صار ان الجثه راها محطوطه في هذا البيت هذا. من بعد ديكلاراسيون ديال لا جوندارموري، وكنشكرهم باش يعني جاو ونقدوا الموقف. يعني كنظن تعطلوا راه ما يوصلوش هذا، كانت تخلص هي من الجثه لانها ترهبت في واحد الحاله يعني جد صعبه، حاله جد صعبه. السيد هذا السيد المرحوم اللي مات كيقولوا سكران وكيشرب الشراب،
هذا كيجي من العمل خدام في الدومين ورقه، يخدم في الدومين في الفيرما، كيجي من العمل ديالو لقى شي ماكله كياكل، ما لقاش كيخرج لبيت الله، كيخدم في بيت الله. عنده 3 الوليدات. واش انت الاب ديالك ميت وانت حاط طابله فيها العسل وفيها الزبده وفيها البراد ديال الشاي ولا القهوه، البوب ميت مدفون تحت التراب، ساكن هو والمراه ديالو وبنته. دابا البنت ديالو راه مجوجه في عمرها 18 سنه، الدري راه كيقرا في الطرواس يماني، عنده واحد البنيه صغيره في عمرها ديك 5 سنين. هادو كانوا كلهم في الدار. شوف ولادو تا كلشي مشارك في الجريمه، الدراري كيخافوا من الام، كدير لهم خنشه ديال السيمه، هزتها من الجامع والله اعلم بغات ضالي عليه. والبارح صباح السبت باش غيتفضح الامور غتفضح، ما هبطتش للسوق حتى الوحده و45 دقيقه. وباه هو واحد الراجل كبير، كيفاش المراه غادا داك راه الراجل قالت له مشى يخدم، قالت الاب ديالو قالت له شوف خالد مشى يخدم، قالت لي طانوبيله. هما مخالفين في الهضره هي والبنت، البنت كتقول كونغو كحله والام كتقول كونغو بيضاء. وراه قالت هاد الهضره حتى للدرك الملكي، وراه هبطوا لعند الدرك وصيفطوا المقدم وجا المقدم هنا جالس هنا. كنشكروهم على هاد الشيء اللي داروا، والناس الدراري ولا الدوار ثاني مساكن تعاونوا معنا. هاد المراه كانت باغيه دير خطتها، كانت باغيه تغبرنا، باغيه تغبر ولاد دومات كاملا. حنا عائله وحده، حنا ولاد العم. كما قال الدريس بن العرش، هاد السيد اللي كيقولوا سكران هذا حامل القران كيطيح الناس على يديهم، وحنا هاد الناس فيه هاد العاده تربينا عليها، كنحشموا من الناس كبار منا. غنشوفوا راجل كبير غنحتارموا، لان دابا هادشي بنادم كتشوف ما بقى لا احترام لا والو. والراجل ما يحترمش بواه، الراجل كيعاير بواه. حنا قلبنا كنحاس، كندوروا فيه غا هو، كنقولوا له خلي دير عقلك ودير داك راه وليداتك وما رباتش تقتلها شي نهار وتمشي للحبس وشو. قال لك اخويا لا بغات، قال لك انا دايراني هبيل. وسمعوا الهبيل عنده كارت كيشي جبدو من جيبو. المرحوم قال لك انا دايراني هبيل، وراه قالتها للجدارميه وراه ما خلات من قالتها، وجبدنا كارت كيشي من جيبو. قالنا اللي هبيل واش كيمشي يخشي هذا الكارت كيشي في الحيط ويخرج منها الفلوس. قال لك ثاني انا لك التهبيل كنسالي قبل الخدامه العطاش ديالي. واش الهبيل كيسالي العطاش ديالو قبل الخدامه؟ ما راجل ما كيجلس مسكين من الخدمه، تركت الامور وباغي تقطعوا تراب وتهبطوا حدانا الواد، ما بعيدش الواد معنا حتى 100 متر، تخلي الدوار كياكل العصا. هذه راه مجرمه، هذه راه خصها شي حكم قاسي. لا هي ولا اللي مشاكل في الجريمه، خصنا كنشكروا الدرك الملكي يبحث في هذا الشيء، يدير الخدمه ديالو، لان هذه السيده راه ماشي غير بوحدها. وتشوف هذوك الناس اللي هضروا معاها، دوك الناس اللي كتهضر هي معاهم، راه تسجيلات كلشي، راه كلشي عند المخزن. كتغديت كتعشيت كفطرت عاد الدخان عاد ما واكلنش مني عاد زاد الماكله. هاد السيد كان فيه خونا، كان فيه بوانا، كان فيه جميع ما يكون. كيودن كيجي كيودن ها الجامع كيجي يأذن. وشوف والله يرحم لكم الوالدين، لان شوف هاد الشيء كله البوب حس وسيدنا جبرائيل هو اللي فضحها، لان امراه كتدخل للجامع بدون شروط ديال الرجاله، ما تشاور لا راجل لا والو، لا واحد في الجماعه انا ندخل بغا شي حاجه، وتدخل للجامع وتهز اللي بغات وما تقدرش تهضر. وجات وحنا عاطينا وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، حنا الجامع هو عندنا السمعه منا، دارت لنا الباب وزربت علينا بالحصيره ودارت قالت لك لا، كتقول له وقف قدامي عا في جنبي عا سخني. وكيجي مسكين كيقول لنا شوفوا هذيك راش كتقول واش كتقول. المرحوم هو اللي كيجي يعاودنا هذا الشيء. هذه راه ما باغياش الجامع، ما باغيين السمعه تما، الخيمه راه باغيه تبيع النص فيها. هاد الجريمه البشعه اللي استنكرتها جميع اهل دوار القريه، هاد السيد هذا اللي تيقولوا انه كما كيجي سكران، انه هو السيد حامل كتاب الله 3 ديال المرات، خاتم كتاب الله عز وجل. وقال الله عز وجل اذكروا امواتكم بالخير ولو كانوا سافلين. نتمنى من الله عز وجل لهذا السيد هذا يبان الحق ديالو ويكون بحث عميق، لان هذه السيده هذه ما يمكنلاش دير هذا الشيء هذا كله بوحدها. واش تقتل وتحفر وتدفن؟ مستحيل هذا الشيء هذا. نتمنى من الدرك الملكي يجدوا البحث العميق في هذه القضيه هذه، لان هذه القضيه هذه استنكرها جميع اهل القريه، ماشي غا دومات، قريه ودومات، يعني هو دوار واحد، ولكن كيفصلوا بيناتهم. الناس تيقول لك هادو دومات وهادو قريه، يعني هو دوار واحد وجماعه وحده. نتمنى من الله عز وجل يفضح